بس قبل اي كلام انا حابب والله العظيم بجد اشكر جمهور نادي الزمالك اللي كان دايما بيعاير بالاهلي بيقلب بطولاته في كره اليد وخلانا نركز معاها. احنا كنا ناسيينها وسايبينها وكنا بنركز في القدم، هم خلونا نركز في اليد وفي السله وفي الطيره اللي احنا كنا متقدمين فيهم، بس هي اليد اللي كانت فعلا هم متقدمين علينا فيهم. الحمد لله نشكرهم جدا والله ان هم السبب ان احنا نحقق الثلاثيه السنه دي، خلونا نركز كده في كره اليد. شكرا لكم. يا مساء الخير يا مساء النصر. احنا ملوك ايه كل حاجه في مصر. براحتك بقى يا صاحبي، اختار، بص نقي كده واختار وغمض عينيك وبص حط ايدك كده على الحاجه اللي انت عايزها. عايز كره قدم هتلاقي، عايز كره سله هتلاقي، عايز كره طايره هتلاقي، رجال سيدات هتلاقي. طب عايز كره يد، هي دي بقى اللي كان عليها الايه الخلاف، هي دي اللي كانت دايما يعني ايه بيمسكوا فيها قوي ويثبتوا فيها قوي. وبصراحه بجد احنا بنحب ككره اليد، والاهلي دايما مش عارف ايه والزمالك مش عارف ايه، وفي اليد انتوا ما تقدروش تكسبونا، وفي اليد احنا اكتر منكم في البطولات. وكانوا دايما بيتكلموا بلغه البطولات. والله يا صاحبي كان دايما بيتكلم بلغه البطولات في كره اليد. تيجي مثلا تكسبه في ماتش ولا تاخد منه بطوله الاول، يعني كان يوم قايل لك ايه ده انت لما يبقى معاك بطولاتي في كره اليد وبتكلم معايا. احنا اكبر فريق في مصر واخد بطولات، اكتر فريق بياخد بطولات في مصر وفي افريقيا. قال لا، تيجي تقول له يا ابني طب ما انت بتيجي مثلا في القدم في السله في الطايره في اي حاجه ما بتتكلمش بطولات، يقول لك لا وضع اليد مختلف. دلوقتي خلاص ما عادش فيه يد. من ساعه ما قالوا ايه، من ساعه ما قالوا ان الكوماندوز كسر يد بيبو، ومن ساعه ما الايقونه طبعا بتاعنا حبيبنا واخونا كابتن شيكا لما عامل بتاعه 7-1 في السوبر الافريقي. النهارده الحمد لله بقت 7-5 في السوبر الافريقي، والنهارده بقت 5-5 في بطوله الكؤوس الافريقيه. والمعلوماتك يا صاحبي ان انا النهارده عديتك في البطولات في كره اليد، النهارده بقيت 68 بطوله وحضرتك 67 بطوله، ولسه بقى ملي عينك كده من الارقام دي عشان انت كده لسه قريب. احنا دلوقتي قريبين، احنا فارقين ببطوله واحده بس. الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله هتزيد وهتزيد قوي باذن الله، وهتبقى زيها زي غيرها، زي اي لعبه، زي اي بطولات، زي اي حاجه احنا بنتنافس فيها. المفروض ان انت المنافس بتاعي فيها. يعني هتبص هتلاقي انت دايما بتحاول تدور على اي حاجه تخليك واقف مكانك ما تتحركش قدام. والله العظيم انت ما عندكش فكر للقدام بص ب 3 جنيه، لا انت خليك قاعد. ودايما الاهلي وحش والاهلي ياي والاهلي مش عارف ايه وانت مظلوم وانت 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 خليك كده. انا فرحان بيك كده، انا مبسوط بيك كده، انا بحبك كده، خليك كده يا صاحبي. بس عموما زي ما بقول لك كده النهارده الحمد لله ان احنا بقينا كام 68 بطوله في كره اليد، وحضرتك بقيت كام 67 بطوله في كره اليد. يعني ما عادش تقدر تقول الكلام اللي انت كنت بتقوله قبل كده اللي هو كان عقلاني بالمناسبه، وانا كنت بتقبله وقتها. يعني من قيمه كام سنه كده كنت دايما بتتكلم تقول لي لا لما تجيب بطولات في كره اليد تتكلم. طب انا جبت البطولات اهو، اتكلم يا كابتن؟ ينفع اتكلم ولا اصبر شويه، ولا لازم افرق عنك ب 20 30 بطوله زي بقيه البطولات عشان اقدر اتكلم مع سيادتك يعني؟ مش عارف والله، مش عارف. بس عموما اتمنى انك تكون يعني دلوقتي زي ما كنت بتتكلم قبل كده بالبطولات. انا دلوقتي اكتر منك بالبطولات في اليد، فكده من حقي ان انا اتكلم، وانت من حقك ان انت تسكت زي ما انت كنت بتقول. ولما اجي اكلمك في اي بطوله او في اي لعبه تسكت، عشان انا دايما اعلى منك في كل الايه، في كل البطولات. فتيجي بقى تقول لي اصل المجلس بتاعنا ومش المجلس بتاعنا ومشى لعيبه وعمل لعيبه، انا مالي؟ ولا عايزني كمان اجي ادير لك المجلس بتاعك؟ اجيب لك حد من النادي الاهلي يجي يدير الزمالك مثلا؟ والله بجد. او انت بتعايرني او بتحاسبني ان انا عندي مثلا مجلس ناجح بيفكر في النادي وفي جمهوره وانت ما عندكش؟ طب انا مالي؟ ذنبي ايه؟ واظن ملهاش اي علاقه خالص، ملهاش اي علاقه خالص ان مجلس الاداره دوت اصل ده مش عارف مؤقت ومش مؤقت. دلوقتي بقى عندكم منتخب وانت اللي منتخب وانت اللي فرحان بيه وانت اللي كنت مدعم ليه من اول يوم جه فيه. انت بقى تقول لي مش عارف ايه اللي حصل وهشام نصر بقى ومش هشام نصر. هشام نصر كان بيقدر يخدمك وكان بيقدر يفيدك ايام ما كان في الاتحاد، لكن هو عندك في النادي مش عارف يعمل لك حاجه. عرفت هو كان بيفيدك ازاي وهو في الاتحاد؟ ما هو العقليه ديت لو كان هو في الاتحاد كان بيفيدك بالطريقه دي، المفروض يجي عندك يفيدك بقى وتبقى يعني يخليك من احسن الانديه في العالم. لكن لا، ازاي هو في الاتحاد كان يعرف يفيدك كويس قوي، لكن عندك في قلب النادي ما يعرفش يعمل لك حاجه. لا حول ليه ولا قوه، لا حول ليه ولا قوه.